في القرن ال19 أحد الكتاب المشهورين بدأ يستخدم الآلة الكاتبة بدلا من الكتابة بالورقة والقلم. الأداة كانت أسرع وأسهل وأكثر عملية، لكن الغريب إن أحد أصدقائه لاحظ إن أسلوبه اتغير وبدأ يتسم بالإيجاز والقوة في نفس الوقت، وكأن الآلة غيرت طريقة تعبيره عن أفكاره مش بس طريقة كتابته. مجرد تغيير الأداة غير أسلوب الكاتب بشكل واضح وكبير. اللي حصل مع الكاتب ده مش صدفة، ده انعكاس لطبيعة دماغنا نفسها. دماغك مش ثابت، دماغك بيتغير، وده عكس ما كان متعارف عليه قبل كده. زمان كان الاعتقاد ان دماغ الانسان بعد سن معين بيتوقف عن النمو، اللي هو تقريبا سن العشرينات، وان التغيير اللي بيحصل اننا بنكون ذكريات جديدة وبنفقد بعض الذكريات القديمة، والتغيير الوحيد في الدماغ هو التلف البطيء وفقدان الخلايا العصبية مع التقدم في العمر. والموضوع ده كان خلاف كبير بين علماء الأحياء والأعصاب، ولكن ده مش موضوع الحلقة. ولكن دلوقتي عرفنا ان ده كان اعتقاد خاطئ. دماغك بيتطور وبيتغير ويتكيف طول عمرك، وبيتشكل بناء على التجارب اللي بتعيشها وعاداتك اليومية وطريقة تفكيرك والبيئة اللي حواليك. والقدرة المستمرة على التغير دي المعروفة باسم النيوروبلاستيسيتي، المرونة العصبية. الكاتب نيكولاس كار في كتابه السطحيون كان بيتكلم عن ازاي شبكة الانترنت أثرت علينا وغيرت من سلوكنا وتفكيرنا. والموضوع مش بس مع الانترنت، كل شيء بنتعرض له حتما ولا بد هيأثر على عقلنا ونموه وطريقة تفكيرنا ونظرتنا للأشياء من حوالينا، زي الآلة الكاتبة والساعة والخريطة. على سبيل المثال، الساعة خلتنا نتعامل مع الزمن بشكل مختلف عن قبل كده. دلوقتي بقى مواعيد ثابتة بالساعات والدقايق والثواني، واللي خلت الإنسان يقدر الوقت بشكل أكبر. الطباعة خلت المعرفة تنتشر بشكل ضخم، وخلتنا نعتمد أقل على الذاكرة وأكثر على الفهم والقراءة. لكن التحول الأكبر كان مع الإنترنت. بقى عندنا ميل للسرعة حتى وانت مفيش وراك حاجة. بقينا ما بنكملش فيديو للآخر، أو بنزود سرعته عشان نخلصه أسرع، أو إنك تكسل تقرأ حتى بوست على الفيسبوك للآخر وقاعد بتتنقل من فيديو للتاني ومن تطبيق للتاني ومحتوى ملهوش علاقة ببعض. بتكون داخل بيئة بتدفعك للتفكير باستعجال والتشتت والتعلم السطحي بدون التركيز لفترة طويلة، فتمنع عقلك من التفكير العميق والتفكير الإبداعي. ده غير التقلبات في حالتك المزاجية من كم الأخبار اللي بتتعرض لها مش بس في اليوم الواحد، دي بتوصل حتى في الساعة الواحدة. على عكس قراءة الكتب، لما تقرأ كتاب انت داخل في فكرة واحدة ممتدة، بتفكر وبتحلل وبتربط بين الأفكار وبعضها، وتقدر تطلع من كتاب واحد بفوائد كتير. كمان بتقدر تركز لفترة طويلة بدون تشتت. الكتاب وقت ما نزل سنة 2010 كان لسه بيناقش صفحات المواقع اللي مليانة بالروابط والإعلانات اللي ملهاش علاقة بالموضوع اللي انت دخلت الموقع عشانه، قبل ما يكون في تيك توك وسناب شات وانستجرام والريلز. وكان لسه مواقع زي فيسبوك ويوتيوب مش بالشكل اللي هي عليه دلوقتي. فمقارنة بالوقت الحالي الأمر بقى أشد خطر وضرر. وده مش معناه طبعا إنك تقطع علاقتك بالإنترنت بشكل نهائي، لأن ده صعب وشبه مستحيل. مفيش حد يقدر يستغنى عن الإنترنت في الوقت الحالي، لأن حتى مع السلبيات الكتير الموجودة إلا إن الإيجابيات برضو كتيرة. والحل في إيدك إنك تغير طريقة استخدامك وتعاملك مع السوشيال ميديا. اسأل نفسك، أنا ليه بستخدم التطبيقات دي كلها؟ هل أنا محتاج فعلا إن يكون عندي فيسبوك وتيك توك وإنستجرام؟ هل بستفاد فعلا من التطبيقات دي كلها؟ إيه التطبيقات اللي ضررها عليك أكبر من نفعها؟ راجع المحتوى اللي بتتابعه، هل بيفيدك بجد ولا تضييع وقت على الفاضي؟ بإجابتك على الأسئلة دي بشكل صادق مع نفسك، ده هيخلي الرؤية أوضح بالنسبة لك، وتعرف إزاي تدير استهلاكك للمحتوى اللي بتتابعه. النهاية، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سلام.